الخير مشاهدينا، اهلا بيكم معانا النهارده وحلقه جديده ومباشر من مصر. هنبدا النهارده حلقتنا وقراءه في الاخبار، وان شاء الله هيكون معانا الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى زكريا. بعده ان شاء الله الزميل محمد جندي وجلسه حوار جديده مع دكتور احمد ابو الوفا استاذ القانون الدولي بكليه الحقوق جامعه القاهره، وذكرى عوده سيناء 41. هيبقى حديث كمان هيختص بهيئة التحكيم الدولية بخصوص عودة طابة أيضا. قبل ما نبدأ جلسة حوارنا الأولى وحديث عن الأخبار، هنتوقف مع هذا التقرير الإخباري، نعود بعده ونبدأ حديثنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى زكريا. خليكم معنا. بتوجيهات رئاسية، كامل الدعم للمصريين العائدين من السودان بمينائي قسطل وأرقين. مصر تؤكد بمجلس الأمن على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة. الحكومة تضخ 5 مليارات جنيه لتنمية شمال سيناء واستصلاح الأراضي في المقدمة. وزيرة التعاون الدولي توضح أهم أهداف تعزيز العمل بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. 2 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بجنوب سيناء خلال 9 سنوات. السفير بسام راضي يناقش أزمة الغذاء العالمي في اجتماع لمنظمة الفاو. ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع لاستكمال تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقا من 3 مايو. أوباك: الهيدروجين الأخضر سيكون الأكثر استخداما الأعوام القليلة القادمة. رجعنا لكم مرة تانية وبرحب مرة أخرى بالكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى زكريا. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. طيب خلينا نبدأ مع بعض. أول خبر معانا توجيهات رئاسية كامل الدعم للمصريين العائدين من السودان بمينائي قسطل وأرقين. يمكن النهارده احنا وبنتكلم عن جهود القياده المصريه في استعاده المصريين العالقين بسبب الحرب الدائره الان داخل السودان نتيجه ازمه الصراع بين قوات الدعم السريع وبين الجيش السوداني. فكره ان قدره الدوله المصريه وتنظيم خليه لاداره الازمه في استعاده النهارده احنا بنتكلم عن 2700 مصري تم استعادتهم من السودان. بعض التقديرات بتشير ان عدد المصريين الموجودين في السودان حتى الان فوق تقديرات 2017 حوالي نص مليون مصري هناك. قدره الدوله وحاله التناغم اللي ما بين كافة الأجهزة المصرية وامتلاك مصر كل الأدوات والإمكانيات اللوجستية لاستعادة المصريين النهاردة بتخلينا نقول إن في قيادة حكيمة لديها من الرصانة والعقل والهدوء اللي بيخليها النهاردة قادرة على أنها تدير المشهد بمنتهى الحنكة وبمنتهى الذكاء في استعادة المصريين العالقين هناك. شفنا الجهود المصرية في الساعات الأولى، كانت مصر من أوائل الدول اللي قامت بإجلاء رعاياها. يعني النهاردة احنا بنقول إن الدول الأجنبية بتشكر مصر على جهودها في مساندتها ومساعدتها في عودة الرعايا الأجانب. يمكن المجر والصين النهاردة بيشكروا مصر، امبارح كانت اليونان وإيطاليا، كمان الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن شكر مصر على دورها الكبير والهام جدا في استعادة الرعايا الأجانب وعودتهم مرة أخرى لمصر. يمكن البعثة الدبلوماسية المصرية لازالت موجودة حتى الآن في الخرطوم ولن تغادر في القريب العاجل، نتيجة ان مصر خدت على عاتقها فكرة ان انا مش هخرج من الخرطوم غير بعد خروج كل الرعايا المصريين بسلام وامان وعودتهم مرة اخرى الى ارض الوطن. تمام. وشفنا ده، يعني يمكن ده كان مهم جدا، ادى رسالة للمواطن المصري بان امنه وامانه مش بس داخل الحدود، لا خارج الحدود. ودي مش التجربة الاولى لمصر في استعادة ابنائها اثناء الازمات. يمكن كان في اثناء وباء كورونا استعادة المصريين من الصين، كان استعادة المصريين من افغانستان، اجلاء الرعايا المصريين من الدول اللي فيها نزاع مسلح زي اثناء الحرب الروسية الاوكرانية واجلائهم من اوكرانيا. ده بينمي الحس الوطني عند المواطن المصري ان الدولة حريصة طول الوقت على ان هي بتفكر في امنه وسلامته.
تمام. انطلاقا من إيمان القيادة السياسية بأهمية تعمير وتنمية سيناء، وجهت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال العام المالي الجاري 2022-2023 تنمية محافظة شمال سيناء حوالي 5 مليار جنيه، تمول الخزانة العامة منها 80% منها بواقع 4 مليار جنيه. طب الخبر دوت لما بنيجي نتكلم عن تنمية سيناء، احنا بنتكلم عن التنمية في الشمال والجنوب. يمكن الدولة رصدت من 2014 حتى الآن حوالي 700 مليار جنيه لعملية التنمية الشاملة. سيناء تمت تنميتها على مستويين، التطهير والتعمير. التطهير احنا النهاردة بنقدم 3000 شهيد في سيناء بالنسبة لضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة، أكثر من 13,000 مصاب. ولابد النهاردة وإحنا بنتكلم عن التنمية والتعمير ما نتجاهلش دور رجال الداخلية ودور رجال القوات المسلحة. فإن النهاردة إحنا بنتكلم عن إن إحنا النهاردة في شمال سيناء عندنا أكثر من 268,000 فدان مزروعة وقابلة للاستزراع، من أصل 400,000 فدان بيتم استهدافهم لعملية التعمير لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطعام. شايفين ان دول العالم النهارده بتتكلم عن استغلال الثروات المعدنيه والثروات الطبيعيه. سيناء هي كنز مصر الاستراتيجي، يعني يمكن سيناء جعلت مصر الدوله رقم 3 في الثروه المحجريه على مستوى العالم، فيها من الفوسفات والمنجنيز وفيها عنصر اليورانيوم وفيها بعض الخامات الطبيعيه اللي الدوله بدات تفكر في استثمارها بدل من تصديرها بشكلها الخام. النهارده تنمية سيناء احنا بنتكلم عن ان الدولة لديها مساحة حقيقية لتوطين 3 مليون مصري داخل سيناء في الشمال والجنوب. ده من اجل ان يكون النهارده احنا بنقول ان التعمير بالبشر هو افضل انواع التعمير. في 6 انفاق النهارده بتربط سيناء بشرايين ما بينها وما بين كافة المحافظات المحيطة بيها. في تنمية حقيقية وفي استثمار في الموارد البشرية داخل سيناء، وفي جهود بتتم على أرض الواقع. وتكلفة هذه الجهود ما كانتش نتيجة يوم أو نتيجة سنة، لا احنا بنشتغل في التنمية بقالنا أكتر من 9 سنين. تمام. خلينا نروح لخبر آخر وهو أيضا خاص بالأزمة السودانية. ألقى السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بيان مصر خلال جلسة النقاش المفتوح بمجلس الأمن حول السودان، وأعرب البيان عن تضامن مصر التام والكامل مع الشعب السوداني الشقيق في أزمته الحالية التي تفاقمت الأزمات الأخرى التي يعاني منها السودان على مدار السنوات العديدة الماضية. وأكدت مصر أيضا استعدادها الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم للخروج من هذه الأزمة، ولكن تأكيدا أيضا على الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة. زي ما قلت لحضرتك ان حرص مصر الدائم على فكرة الحياد وعدم اتخاذ موقف في أي طرف من طرفي النزاع. كان فكرة الهدوء والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس في بداية الأزمة. وزي ما شفنا ان كان في محاولات بشكل او باخر لجر مصر للنزاع المسلح، لكن مصر كانت على درجه كبيره من الوعي بعدم الدخول في هذا النزاع المسلح. لان طبعا احنا عارفين ان فكره استمرار النزاع، احنا بنتكلم عن الاسبوع الثاني، ما فيش اي حلول بتلوح في الافق غير ان النهارده الدول الاقليميه بتعول على دور مصر المهم جدا نتيجه القرب او نتيجه تعامل مصر مع السودان، ان هي بتمثل بعد استراتيجي للامن القومي المصري. يمكن علاقه مصر بالسودان احنا بنتكلم عن بلد واحد، مصير واحد، مستقبل واحد. امتداد العلاقة بين مصر والسودان كانت بتمتد من أيام الفراعنة مرورا بسنة 1820 ان مصر والسودان دولة واحدة، وصولا باتفاقية 2004 اللي هي الحريات الأربعة ما بين مصر وما بين السودان، حرية التنقل والإقامة والعمل وحرية التملك. ده بيقول ان النهاردة ما يعاني منه المواطن السوداني يعاني منه المواطن المصري، فبالتالي مساعي مصر الحقيقية والملموسة لحل الأزمة في القريب العاجل ده بينعكس على الأمن القومي المصري. فالنهارده احنا بنقول ان اكتر دولة حريصة في المنطقة على امن وسلامة الشعب السوداني والحفاظ على المؤسسات هي جمهورية مصر العربية. إضافة إلى ذلك احنا عارفين ان حالة استمرار الصراع، احنا مش في حمل ان يكون في دولة مجاورة لينا، الحدود ما بيننا وما بينها على طول 1200 متر، ان يكون 1200 كيلو متر، ان يكون في ما بيننا في ميليشيات مسلحة او جماعات مسلحة ممكن تتسبب لينا في المستقبل في اي مشاكل. بالظبط. أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي العلاقة الوطيدة من الحكومة ومجموعة البنك الدولي وتقدير الدولة المصرية للجهود المشتركة، وأيضا علاقات التعاون الإنمائي من أجل دعم محاولات التنمية المختلفة.
يمكن كلام وزير التعاون الدولي بيتكلم على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، يمكن كانت اللي انطلقت من 10 ل 16 ابريل الجاري. تم الاتفاق على 8 اهداف، يمكن ابرز هذه الاهداف فكره التعاون الثنائي ما بين البلدان الناميه والاقتصادات الناشئه. احنا بنتكلم ان مصر النهارده من الدول الناميه بيتم التعاون بينها وما بين اقتصاديات ناشئه زي اندونيسيا على سبيل المثال، زي فنزويلا، زي احنا بنتكلم عن الصين والهند والمكسيك وجنوب افريقيا. فكره التبادل ما بيننا وما بينهم في وجود اتفاقيات مشتركه. احنا النهارده بنحاول ان احنا ننقل تجربه زراعه زيت النخيل من اندونيسيا لمصر، وماليزيا برضو من الاقتصادات الناشئه اللي مصر في بينها وبيننا علاقات اقتصاديه قويه جدا. كمان احنا بنتكلم عن مساعدات انمائيه بتساعد الدوله المصريه في حل المشكلات الاقتصاديه والاجتماعيه، خاصه في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي العالم كله بيمر بيها. أيضا في حرص على فكرة وجود بنية تحتية لتعزيز التعليم والتحول الرقمي. مصر قطعت شوط كبير جدا في فكرة التحول الرقمي، سواء على مستوى المؤسسات الحكومية الرسمية والجهاز الإداري بالدولة، أو سواء على مستوى القطاع الخاص. عايزين نروح مرة تانية وحديث هياخدنا إلى تنمية سيناء. يمكن كنا بنتكلم عن شمال سيناء، ولكن الخبر القادم بخصوص جنوب سيناء، و9 سنوات القادمين هيكون فيهم دعم لشبكات الكهرباء الخاصة بجنوب سيناء بقيمة 2 مليار جنيه. بتستمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في شركات توزيع الخاصة بشبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة لدى المواطنين. وحدثنا الآن عن جنوب سيناء. مشروعات الربط الكهربائي ومشروعات اللي هي الشبكات الكهربائيه ومدها لمدن ومحافظات زي محافظه جنوب سيناء. الغرض الاول منه ان انا النهارده بعمل بنيه تحتيه بتؤهل لزياده فرص الاستثمار الموجوده داخل المحافظه. احنا النهارده بنتكلم عن ان مصر كان في 2014 احنا كان عندنا 6000 ميجا وات عجز في انتاج الكهرباء. احنا النهارده عندنا 13000 ميجا وات فائض في انتاج الكهرباء، بيتم توزيع او بيتم استغلال هذا الفائض في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. فكرة النهاردة يكون عندي فرص استثمار حقيقية داخل جنوب سيناء، هيكون في تشجيع للمستثمرين الأجانب، خاصة أن هي يمكن يكون جنوب سيناء ليها نصيب الأسد في المشروعات الاستثمارية، سواء خاصة القطاع السياحي. فمهم جدا النهاردة أن وزارة الكهرباء بتهتم بهذه المشروعات اللي بيتم تمويلها من جانب الخزانة العامة للدولة ومن خلال الفائض اللي تم تحقيقه في إنتاج الكهرباء. خبر جديد، والسفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا بحث أزمة الغذاء العالمي، وذلك خلال اجتماع لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو في روما. أكد السفير بسام راضي أن مصر برغم كافة التحديات الراهنة بتستضيف على أرضها أكثر من 6 مليون نسمة من جنسيات مختلفة يتمتعون بكافة الحقوق السياسية مثل أشقائهم المصريين بلا أي قيود وبلا دعم خارجي، وذلك من منظور إنساني وأخلاقي ينتهجه الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن الخبر ده فيه شقين. الشق الاول ازمه الغذاء العالمي وفقا لمنظمه الفاو بتتكلم عن احتمال وجود 19 بؤره للمجاعه على مستوى العالم، في 14 مليون شخص في الوطن العربي مهددين للتعرض لخطر المجاعه ونقص الغذاء. بنتكلم عن 48 دوله على مستوى العالم، منهم 10 الى 20 دوله مرشحه لانها تتقدم بطلبات الحصول على مساعدات عاجله لتوفير الامن الغذائي بالنسبه لمواطنيها من السلع الاساسيه والاستراتيجيه. هذا بالنسبة للجزء الخاص بأزمة الغذاء العالمية اللي النهاردة بنتكلم عن التغيرات المناخية أصبحت تهدد الغذاء. في النهاردة بنتكلم عن أستراليا بتعاني من موجة جفاف بتهدد موسم القمح. بنقول النهاردة ان في فكرة تطبيق اهداف التنمية المستدامة الخاصة اللي هو مكافحة الجوع ومكافحة الفقر من خلال معالجة أزمة الغذاء. الجزء الخاص الآخر بالخبر وهو أن مصر النهاردة بتستضيف أكتر من 6 مليون. احنا بنقول أن مصر فيها على خلفية الأزمة السودانية عندنا أكتر من 3 مليون سوداني عايشين داخل مصر، في منهم 60 ألف نازح نتيجة الصراعات على طول السنوات الماضية. حدثنا دايما على 6 مليون من جنسيات مختلفة. من جنسيات مختلفة. يعني لا نذكر أبدا كلمة اللاجئ. لاجئ لا، هو احنا بنرفض كلمة لاجئ، هو دي مش موجودة عندنا في القاموس المصري. يمكن احنا بنتعامل مع أشقائنا
من مختلف الدول العربيه ان هم بيتمتعوا بنفس الصلاحيات، خاصه ان مصر من الدول الرافضه لاقامه مخيمات للاجئين، لا بيتم دمجهم داخل المجتمع زيهم زي المصريين، مفيش تفرقه بينهم في الحصول على الخدمات وفي الحصول على فرص العمل، حتى في تملك المشروعات وفي اقامه مشروعات. شفنا السوريين لما جم مصر تملكوا مشروعات واصبحوا اصحاب شركات، كذلك الامر بالنسبه للسودانيين وكل الاشقاء العرب الموجودين على ارض مصر. ففكره النهارده مكافحه ازمه الغذاء العالمي اللي مصر بتتبناها، فكره ان احنا النهارده عندنا مقيمين داخل مصر بيتمتعوا بنفس الحقوق، هو نابع من اهتمام القياده السياسيه بفكره ان انا بشتغل على رؤيه مصر 2030 تحقيق اهداف طويله المدى وقصيره المدى. هنروح لخبر آخر، وضياء رشوان. صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار في إطار الانعقاد الدائم سيجتمع اليوم ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المفتوح مقترح انطلاقه، وده إن شاء الله هيكون يوم 3 مايو المقبل. وأضاف منسق عام الحوار بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة اللي بيعاني منها السودان الشقيق. يمكن من كلام حضرتك ان توقيت انعقاد الحوار الوطني 3 مايو القادم بيجي بالتزامن مع الازمه السودانيه، ويمكن ده هيكون مطروح بقوه على طاوله الحوار ده، اضافه الى مجموعه من البنود اللي هيتم مناقشتها. يمكن محاور الحوار الوطني كانت بتعتمد على الجزء السياسي والاقتصادي والمجتمعي. النهارده يمكن كان نقابه الصحفيين كان فيها دعوه لاعضاء النقابه لتقديم مقترحاتهم تمهيدا لعرضها بالحوار الوطني. هيكون عندنا لاول مره مواطنين بيشاركوا في الحوار الوطني من خلال مقترحات هيقدموها لحل بعض المشكلات الاقتصادية والمجتمعية. فكرة النهاردة عندنا حوار شامل وجامع كل أطياف التيارات السياسية والأحزاب المصرية، ده حوار مهم جدا. النهاردة بنتكلم جاي في توقيت مهم، جاي في ظل ظروف اقتصادية عالمية، جاي في ظل ظرف سياسي صعب بيعيشه بلد شقيق. فأنا شايف ان هو توقيت مهم جدا ان يشارك فيه كل أطياف الشعب المصري. هنروح لخبر آخر وخاص بشرطة المرور. وصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارة المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة. وأيضا حصل نوع من أنواع تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري. ومعانا الآن على الهاتف اللواء أحمد هشام الخبير المروري. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير استاذ ايمان، تحياتي لحضرتك ولوصف البرنامج والمشاهد الكريم وضيفك العزيز، وكل عام وانتم بخير. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. واعتقد ان احنا يمكن واحنا بنتكلم على يعني الانضباط المروري لاحظناه الفتره السابقه، ويمكن كمان في اثناء فتره العيد. بعد العيد ايضا في سيوله مروريه، واعتقد ان حضرتك ممكن تدينا صوره اوضح. ما فيش شك طبعا ان تطبيق المنظومه الالكترونيه بتربط شبكه الطرق بعضها ببعض، بتربط المحاور بعضها ببعض، بتربط المدن والاحياء بالمحافظات بعضها ببعض، ده فعل بشكل كبير على تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري. هذا بالاضافه الى ورش الاصلاح الموجوده حاليا في كافه المحاور والميادين وعلى الكباري وعلى الطرق السريعه اللي ساعدت بشكل كبير على اصلاح السيارات المعطله، مما ساعد بشكل اكبر على تسهيل وتسهيل الحركه المروريه. ايضا بالنسبه لارقام الطوارئ الموجوده مع الساده قائدي السيارات سواء على الطرق السريعه وهو رقم 0122 314 اصفار، او داخل القاهره الكبرى اللي هو رقم 136، ده ساعد بشكل اكبر ايضا في التعاون ما بين الساده المواطنين في حاله وجود لا قدر الله اعطال مروريه او لو حدث مروري بسرعه اتصال برقم الطوارئ، ده ساعد بشكل اكبر طبعا على تسهيل الحركه المروريه والسهوله المروريه. شبكه الطرق شهدت طفره كبيره خلال ال6 سنوات الماضيه، ابرزها طبعا بالنسبه للمحاور الرئيسيه والكباري والمحاور الجديده، واللي ساعدت بشكل اكبر على انشاء 24 مدينه الكترونيه حتى الان. هذا بالاضافه ايضا ان المحاور الجديده دي ساعدت بشكل اكبر على تحقيق انفراجه من حيث الكثافات السكانيه اللي احنا بنعاني منها في القاهره الكبرى، واللي وصلت لحوالي 29 مليون نسمه داخل القاهره الكبرى. انشاء مدن جديده ادى الى تفريغ هذه المدن
قديمه من الساده السكان، وبالتالي حصلت نوع من الانفراجه في الحاله المروريه. شبكه الطرق وصلت ل 7000 كيلو متر مربع، بالاضافه الى تطوير ورفع كفاءه 5000 كيلو متر مربع، بالاضافه الى انشاء وتطوير ورفع كفاءه 1000 كوبري والنفع على مستوى انحاء الجمهوريه. هذا بالاضافه ايضا الى المنظومه الالكترونيه الموجوده من حيث الرادارات الحديثه، وكذلك الكاميرات الديجيتال، وكذلك بالنسبه للكاميرات المراقبه. كل هذا زوازات في مناطق الاعمال، كل هذا زوازات تساعد بشكل اكبر على تحقيق السيوله المروريه. التزام قائد السياره وتعاون قائد السياره مع راجل المرور وايضا فرد المشاة ده بيساعد بشكل اكبر على تحقيق السيوله المروريه، ودي اللي احنا شاهدناه في الاشهر الماضيه وخلال عيد الفطر المبارك. ده حقيقي. انا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا سياده اللواء احمد هشام الخبير المروري، شكرا جزيلا. خلينا نروح لاخر خبر معانا النهارده، والهيدروجين الاخضر سيكون الاكثر استخداما الايام القليله القادمه. ده تقرير الاوضاع البتروليه العالميه لمنظمه الأوبك، ان الهيدروجين الاخضر كان محط اهتمام العديد من الفعاليات خلال مؤتمر المناخ. فعلى سبيل المثال عقد اجتماع مائده مستديره رفيعه المستوى حول الاستثمار في مستقبل الطاقه، وكان الهيدروجين الاخضر. فكرة الاعتماد على الهيدروجين الأخضر بتقوم على محورين. المحور الأول، النهاردة أوروبا شافت في روسيا إن احنا مش هينفع نعتمد على الغاز الروسي، فلا بد من الاعتماد على بديل آمن وصديق للبيئة تماشيا مع أهداف الحفاظ على البيئة. فكان البديل الهيدروجين الأخضر، خاصة أن كفاءة الهيدروجين الأخضر علميا هي 3 أضعاف الوقود الأحفوري الطبيعي اللي احنا بنستخدمه، إضافة لأن هو يعني لا ينتج عنه أي تلوث للبيئة. كمان بيتم تحقيقه من خلال مصادر للطاقة الجديدة والمتجددة في إطار الحفاظ على البيئة والحفاظ على توازن البيئة. بالظبط. فالنهاردة احنا بنقول إن يمكن مصر من الدول اللي حلفها الحظ فكرة الهيدروجين الأخضر. عندنا النهاردة استثمارات بتقدر ب5 إلى 8 مليار دولار من الجانب الصيني، عنده رغبة في الاستثمار في مصر بالنسبة للهيدروجين الأخضر، لأن الهيدروجين بيتم إنتاجه من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. النهاردة عندنا طاقة الرياح، عندنا محطات الطاقة الشمسية في محطة بنبان في أسوان، فبالتالي كل الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر موجودة داخل الأراضي المصرية. عالميا بنتكلم عن إن احتمال في 2070 احنا بنتكلم عن خسائر للاقتصاد العالمي تقدر ب 178 تريليون دولار من استخدام الوقود الأحفوري. فبالتالي الاعتماد على الوقود أو على الطاقة الجديدة أو الطاقة النظيفة المتمثلة في الهيدروجين الأخضر ده هيساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ومن ثم الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف الحفاظ على البيئة زي ما تم إقراره في قمة المناخ الماضية. الحقيقة يمكن كمان مصر نجحت نجاح كبير بالظبط في ملف الطاقة الجديدة والنظيفة. تنظيم المؤتمر بالظبط مؤتمر كوب 27 وعلى يعني نتائج هذه وتوصيات هذا المؤتمر. بالظبط، ده حقيقي. أنا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده. الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى زكريا. ميرسي يا فندم جدا. شكرا لك. شكرا جزيلا، وبشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. ما زالت حلقتنا مستمرة بعد الفاصل إن شاء الله. زميل محمد الجندي ودكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، خليكم معنا.